حلقتنا النهارده هتتكلم ازاي تبقى ممثل احترافي، وازاي تبدأ السلم من اوله. اول حاجة هنبدأها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي تبقى ممثل؟ التمثيل مش شغلانة سهلة، مش اي حد يعملها. التمثيل ده ليها اشخاص معينة هم اللي يأدوها بالظبط، عشان التمثيل ده بيعتمد على مشاعر. لازم تطلع في الوقت الصح، تطلع في المشهد الصح. التمثيل ده عايز واحد كده مش خايف، واحد عنده قلب، واحد بيعرف يطلع مشاعره صح قدام الناس كلها. بس انت ما تبقى في مشهد، في قلب المشهد هيبقى في مخرج بيبص عليك، في مدير تصوير، في مجاميع، في ناس كتير بيبصوا عليك وانت بتأدي المشهد. لازم تأديه على أكمل وجه، ولازم تحضر المشهد على أكمل وجه. ازاي تحضر المشهد ده على أكمل وجه؟ أول حاجة أقول لك بس ازاي تبقى ممثل أول، بعدين إيه ازاي تخش في التمثيل والكلام ازاي تبقى ممثل. في مكاتب اسمها مكاتب كاستنج، تروح تعمل كاست، يشوفوا طولك وزنك الكلام في شارع شهاب المهندسين. في مكاتب كتير، في مكتب اسمه تارجت، وفي مكتب اسمه فريم، في مكاتب كتير. هكتب لكم العناوين بتاعتهم في صندوق الوصف. انت تروح تعمل كاستنج في المكاتب وبعد ما تعمل كاستنج بتلاقي المخرج صاحب المكان بيكلمك، او واحد في المكان بيكلمك، تعالى في اوديشن، المخرج اختارك لاوديشن. تروح تعمل اوديشن. يعني اوديشن يعني ايه؟ اختبار تمثيل. تمثل قدام مساعد المخرج. مساعد المخرج شاف ان انت الشخصيه اللي هو عنده اسمه ده، في الورق اللي هو بتاع المسلسل عليك، ينطبق عليك، هيمضي معاك. مش عاجبك تمثيله، هيشوف حد غيرك. دي اول حاجه. كده انت مش محترف لسه. ايه هقولك تخش الاحتراف ازاي؟ انت بتسعى وتروح تعمل كاستنج والكلام ده، بس بدايه الاحتراف ان انت تتعلم التمثيل صح. يعني انت تتعلم التمثيل صح، تخش ورشه، بس ورشه تكون معتمده، ورشه تكون مع حد انت عارفه، مش حد يقولك تحت السلم هنعمل فيلم قصير والكلام وتعالى ادفع الشيء الفلاني والكلام ده. الورش معروفه، زي ورشه احمد تمام مكتب تركواز، زي ورشه أستاذ خالد صفوت، زي ورشة نقابة المهن التمثيلية. التلات ورش هم اللي بيوصلوك في مجال التمثيل صح. التلات ورش هم اللي بيوصلوك وفي ورشة طبعا، ورشة جامدة جدا نسيتها، أستاذ خالد جلال في مركز الإبداع الفني. الأربع ورش هم اللي يوصلوك للمجال صح. أنت هتاخد أي ورشة من أو سواء في برضه ورشة مع أستاذة مروة جبريل نسيتها. الخمس ورش يعني بص، هيغيروا لك حياتك. هيرشحوك في اعمال، عشان اصلا زي استاذ احمد تمام واستاذ خالد صفوت، كاستنج دايركتور، وبيعينوا المتكلمين في المسلسلات، وبيطلب منهم ناس ان هم يمضوا في ادوار. هيحطوك على التراك الصحيح. لما انت تاخد الورش وتعمل نفسك شغل محترم والكلام بالمشاهد اللي انت عملتها في الورشه، تروح بقى شركات الانتاج، او تشوف وكيل ممثلين يسوقك صح. روح هو بقى شركات الانتاج. وكيل الممثلين ده شغلانته ان هو يشوف لك شغل، عشان ما يشوف لك شغل هو ياخد نسبه من اللي انت هتمضي والكلام لما انت تشوف مش معاك فلوس تجيب وكيل ممثلين، تاخد الشغل بتاعك وتعملوا نسخ متعدده وتسيبه في شركات الانتاج. شركات الانتاج دي لما تبقى عندها مسلسل وتمضي على مسلسل، هيشوفوا الداتا اللي عندها، هيشوفوك، هيجيبوك في عملين الكلام وهنا تبدا خطواتك للتمثيل. التمثيل ده مش شغلانه سهله، التمثيل ده اصعب شغلانه في الدنيا. التمثيل عدد ساعات كتير جدا، ممكن 24 ساعه تدخل في 24 ساعه، تدخل في 48 ساعه، حسب ما المخرج يقول فركش. وساعات المنتجين بيجبروا المخرجين ان هم يشتغلوا شغل 20 ساعة و24 ساعة متواصل، عشان يوفر لهم في الفلوس، يوفر لهم في اليوميات اللي هم بيدوها للمدير التصوير والكلام والعمال والكلام الصراحة انا ببقى مستاء من الحركة دي جدا. يعني انت ازاي تجيب ناس 24 ساعة متواصلين تشتغلوا؟ ده هو 12 ساعة الشغل، 12 ساعة، ما ينفعش يزود أكتر من كده. زي ما نقيب الممثلين أشرف زكي قال الكلام التمثيل ده بتبقى ايه؟ أول حاجة بيجيلك الورق، تحفظ الورق في بيتك. شؤون الممثلين بيكلمك يقول لك المشهد الفلاني هنعمله يوم كذا، انت بقى المشهد الفلاني بتحضره في البيت، تحفظه كويس جدا، تحفظه كويس جدا جدا جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تمثله قدام نفسك، لازم
ترد وتتكلم مع نفسك، تبقى حافظ كلام الناس اللي انت هتتكلم معاهم، عشان ساعات بيبقى في اوفرلاب وفي الكلام دوت. لازم تبقى ايه، راكب السيناريو صح، واكب الكلام وحافظ الكلام جامد جدا. هتبقى بقى ايه اللوكيشن. اول ما تخش من اللوكيشن هتلاقي واحده مساعده كده ايه تعرفك فين مكان الكرفان بتاعك او الاوضه بتاعتك. تخش يا معلم، تلبس اللبس بتاعك، وبعدين ايه تحفظ، تراجع الكلمتين اللي انت حفظتهم في البيت، وتخش على اول مشهد. اول مشهد دوت يا معلم بيبقى اصعب مشهد في حياتك. انت ايه لسه هتخش في اجواء المسلسل والكلام ده، وتتعرف على الناس والكلام ده. لازما اول مشهد ده تعجب المخرج جامد جدا. لازما يقول لك الواد ده مفيش اشطر منه، مفيش اجمد منه في الشغلانه. تثبت نفسك عشان المخرج دوت لو انت عجبته، اي عمل بعد كده هياخدك في اي عمل. وهنا خلصت حلقتنا، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. قلت فيها كل اللي انا اعرفه في مجال التمثيل وازاي تبدا صح. اتمنى كل واحد يشتغل على نفسه عشان يبقى حسب حلمه. يعني كل واحد حسب حلمه. انت عايز تبقى ممثل، مساعد، مخرج الكلام دوت. وهنا لو الحلقه عجبتكم اعملوا لايك واشتراك، وانتظروا كل جديد.